ايه قصة البلح والولادة الطبيعية؟ أنا دكتور محمد حمدي وهقولك على زتونة البلح. انت لو حامل وما بتاكليش البلح ده أو التمر، انت فايتك كتير جدا. اسمعوا بقى الفوائد دي وخصوصا الفايدة الأخيرة. 1. في ألياف بتحافظ على صحة الجهاز الهضمي وبتقلل الإمساك. 2. صحة عظامك عشان في معادن زي الكالسيوم والمغنيسيوم. كمان في نسبة حديد بتحسن طاقتك قدام إجهاد الحمل، ده غير البوتاسيوم اللي بيرخي الأوعية الدموية. فلو نفسك في حاجة حلوة مفيش أجمل منها مصدر فركتوز طبيعي. الفوائد مش بس ليكي، ده للجنين كمان. البلح أو التمر كمان فيه فوليك أسيد بيقلل احتمالية تشوهات ممكن تحصل للجنين. أما بقى الفايدة اللي نديها مركز أول فعلا هي إنه ممكن يسهل عليكي أصلا الولادة الطبيعية، عشان ممكن يوسع عنق الرحم، غير إنه كمان بيحفز الطلق الطبيعي ويقلل مدته. في دراسة جميلة اتعملت لقوا إن الأمهات اللي أكلت بلح في الشهور الأخيرة ما كانوش أصلا محتاجين تدخل لتحفيز الطلق ده للولادة الطبيعية. وقولي لي بقى أنت جربت تاكليه وقت حملك ولا لأ؟ ما تنسيش بقى تبعتي الفيديو ده لصاحبتك اللي هتبقى ماما قريب.